كيف ما شفنا في هذا الفيديو، لقاء رسمي يجمع بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. ولكن السؤال اللي كيطرح راسو، واش غير زيارة بروتوكولية عادية ولا كاين شي حاجة أكبر كتوقع من تحت الكواليس؟ اللقاء جا في واحد التوقيت حساس بزاف، خصوصا مع التوترات العالمية وسباق الطاقة بين الدول. الجزائر ولات لاعب اساسي في السوق ديال الغاز، وايطاليا باغيه تعزز الشراكه ديالها باش تامن الامدادات ديالها، خصوصا من بعد الازمه الاوروبيه. ولكن ماشي غير الطاقه اللي مطروحه، كاين كلام على اتفاقيات اقتصاديه، تعاون امني، وحتى تحالفات جديده ممكن تبدل موازين القوه في المنطقه. شنو كيتناقش بالضبط بيناتهم، وشنو الربح الحقيقي لكل طرف؟ واش هاد التحركات عندها علاقه بالصراع الخفي في شمال افريقيا؟ خليك معنا حتى الاخر، حيت التفاصيل اللي جايه غادي تصدمك وتسنى الدهشه.